السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني. انا توتي. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة من الحلويات الشرقية المحببة جدا للكبار والصغيرين، محدش بيختلف عليها، طعمها حلو جدا جدا، وصفاتها كتير ومختلفة، لكن هتعمليها بطريقة سهلة جدا جدا من مطبخ توتي. هنعمل البسبوسة بالقشطة، وهنعمل كمان القشطة العبوات الجاهزة في البيت بكل سهولة. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي انا عملت الوصفة الحلوة دي ازاي. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي، هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو وطعمها احلى، مكوناتها اقتصادية، وبعملها بطريقة سهلة جدا جدا. حتى لو بتعملي وصفتي اول مرة انا متأكدة انها هتنجح معاكي. يلا بقى نبتدي فيديو النهاردة. هبتدي اول حاجة بمقادير البسبوسة. انا عندي نص كوباية من اللبن، لبن بدرجة حرارة الغرفة، مش سخن ومش ساقع. وهضيف كمان نص كوباية من السكر. خلي معيار الكوباية اللي هتستخدميها هي نفس الكوباية في كل المقادير عشان الوصفة تظبط معاكي. هخلط اللبن مع السكر، هو سكر حبيبات عادي جدا. وهضيف ربع كوباية من الزبدة السايحة، ممكن يبقى سمنة فلاحي لو حابة، ممكن اي نوع مادة دهنية انت بتحبيها او بتفضليها، لكن الزبدة عموما لو كانت نوع كويس او السمنة الفلاحي بتدي طعم احلى للبسبوسة. عموما هي الكمية مش كتير، ربع الكوباية يعني معلقتين كبار مليانين. هخلط المكونات كلها مع بعض، وهضيف كمان معلقتين كبار من شربات الحلويات التقيل او عسل النحل او الجلوكوز، المتوفر عندك ضيفيه. انا هنا ضفت عسل حلويات من التقيل، ودي ابسط حاجة تكون موجودة عندك لو ما عندكيش عسل نحل او ما عندكيش جلوكوز. هخلط المكونات كلها كويس جدا مع بعض لحد ما السكر يدوب. بعد كده هبتدي اضيف دقيق السميد. انا استخدمت حوالي ربع كيلو من دقيق السميد. لو عايزة المقدار بالكوبايات هيبقى كوباية ونص من نفس الكوباية اللي انا معايرة بيها اللبن والسكر. انا بجيب دقيق السميد السايب، بجيبه من حد كويس انا واثقة فيه، وبجيبه يعني الوسط، ما يكونش خشن وما يكونش ناعم قوي. هضيف كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، دي هتساعد ان البسبوسة ما تبقاش مكتومة، وفي نفس الوقت تبقى مرملة كمان. وربع المعلقة مش كتير يعني. في ناس ما بتحطش بيكنج باودر خالص، بس انا ما بفضلش الخطوة دي تبقى من غير البيكنج باودر. انا بحط ربع معلقة فبتديني هشاشة كده وطراوة للبسبوسة. خلطت المكونات كلها، ما خلطتش كتير عشان البسبوسة ما تنشفش معايا. هبتدي اضيف خليط البسبوسة في الصينية. الصينية انا دهنتها مادة دهنية وحطيت فيها ورقة زبدة. هبتدي اضيف خليط البسبوسة في الصينية، هنزل بيه كله دفعة واحدة. سويت الخليط وكمان خبطت الصينية كده شوية علشان لو فيها اي هوا ما تعمليش فراغات في صينية البسبوسة. هدخلها على فرن درجة حرارة 180 لحد ما الحواف بتاعتها تحمر، هعرف ان القاع احمر. هبتدي اشغل الشواية عشان احمر الوش، هديها لون ذهبي فاتح كده جميل، هتشوفوه في الخطوة الجاية. ده الشربات بتاعها حوالي كوباية من السكر وكوباية من المية، غليتهم 5 دقايق وضفت عصرة من الليمون. دي البسبوسة بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين اخدت لون ذهبي جميل. وده الشربات بتاعها سخن والبسبوسة كمان سخنة، شايفين البسبوسة بتشرب الشربات ازاي، دليل ان الوصفة بتاعتنا مظبوطة وناجحة. انا هضيف كمية الشربات كلها وهسيب بقى البسبوسة تشربها واحدة واحدة. في الخطوة الجاية هتشوفوا ان حروف البسبوسة جفت لانها شربت الشربات او الشيرة كلها زي ما انتوا شايفين.
هسيبها لما تشرب الكمية كلها، بعد كده هدخلها على حرارة الفرن، الفرن مطفي، لحد ما تشرب الشربات كله. هبيتها لتاني يوم. اللي عايزاكم تلاحظوا حاجة بس، ان الصينية فيها تشققات، التشققات دي تاني يوم هتختفي تماما لما البسبوسة تاخد راحتها وتشرب الشربات وترتاح. شايفين السطح البسبوسة رجع متساوي تاني، مفهوش اي تشققات. هنبتدي بقى نعمل القشطة، او هي بديل علب القشطة الجاهزة. دي كوباية من وش اللبن. انا بغلي اللبن وببرده في التلاجة وباخد الوش منه كل يوم، فجمعت حوالي كوباية زي ما انتوا شايفين كده، وبشيلها في الفريزر لوقت الاستخدام. والوش اللبن ده هو ده اللي بيتعمل منه السمنة الفلاحي. عندي معلقتين من اللبن ومعلقتين من الكريم شانتيه. دي المكونات اللي انا هعمل بيها القشطة اللي هغطي بيها سطح البسبوسة. هضيف معلقتين اللبن على وش اللبن اللي انا مجمعاه، وهقلبهم مع بعض شوية كده. هما معلقتين اللبن دول هيساعدوني ان انا ادمج الكريم شانتيه مع وش اللبن. لو مش حابة تضيفي كريم شانتيه دي خطوة اختيارية، ممكن يبقى وش اللبن بس هتخففيه بمعلقة واحدة من اللبن عشان يبقى سايل معاكي وتعرفي تغطي بيه سطح البسبوسة. هخلط بقى المكونين مع بعض كويس جدا، الكريم شانتيه والقشطة اللي انا محوشاها. ودي كده القشطة بديل القشطة الجاهزة. انا عن نفسي بفضل الحاجة اللي انا عاملاها في البيت، فدي القشطة اللي انا بستخدمها في الحلويات. طبعا كلنا بنجيب لبن كل يوم، ومن السهل ان احنا نحوش وش اللبن. هضيف بقى القشطة على البسبوسة زي ما انتوا شايفين، هغطي سطحها تماما. الكمية بقى زي ما تحبي تضيفي كمية القشطة كلها او نصها زي ما انت عايزة. هوزعها بقى على سطح البسبوسة زي ما انتوا شايفين كده، هغطي السطح كله. هبتدي هنا اضيف ده كراميل، هعمل بيه خطوط ازين بيها البسبوسة بتاعتي. كنت عاملة في القناة فيديو عن الكراميل، طريقة سهلة لعمل الكراميل لتزيين الحلويات، او صوص الكراميل لتزيين الحلويات. هسيبها لكم في صندوق الوصف. الطريقة سهلة جدا وهتعتمديها لو عايزة تعملي كراميل تزيني بالحلويات. انا عملت خطوط زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ب عصاية شيش طاووق اعمل خطوط كده على سطح البسبوسة رايح جاي عشان تديني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكلها جميل ازاي؟ دلعناها على الاخر. شايفين شكلها بقى قمر ازاي؟ طبعا انت بتبرديها عشان القشطة دي تبقى باردة، ودوقيها بقى هتاكلي احلى بسبوسة بالقشطة وبطريقة سهلة واقتصادية وموفرة، ومكونات كلها من البيت. طبعا الحلويات الشرقية بتبقى غالية، اعمليها في البيت اقتصادية موفرة وطعمها احلى من الجاهزة كمان. انا قطعت حتة بقى عشان تشوفوها. شايفين القطعة طلعت معايا حتة واحدة ما تفرفتتش، متماسكة. قاع الصينية فاضي مش لازقة في الصينية. وصفة هايلة جدا. لو انت لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو، ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. هنقطع منها حتة كمان بالشوكة عشان تشوفوا قد ايه هي طرية ومرملة، طعمها حلو جدا، خطير جدا جدا جدا. ممكن تستغني عن خطوة القشطة لو عايزاها بسبوسة سادة، تضيفي مكسرات او اي نوع مكسرات انت بتحبيه، سوداني، بندق مجروش، اي مكسرات، او تسيبيها سادة. ده اختياري. الطريقة اللي انت تحبي تقدميها بيها قدميها. انا قدمت البسبوسة بكذا طريقة في القناة، هسيبهم لكم برضو في صندوق الوصف. عملت البسبوسة الاقتصادية بالمية، وعملت البسبوسة بالبرتقال، ودي بسبوسة كمان هايلة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، طعمها حلو قوي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ودعموني بالاشتراك في القناة، وانتظروني فيديوهات كتير جاية حلوة من مطبخ توتي. سلام.